بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا احلى بنات، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم في فيديو حلو جدا جدا طلبتوه مني. ازاي امشي اخر اسبوع في الشهر ب 200 جنيه. تمام. احنا معانا اهو ال 200 جنيه، هنقول هنعمل بيهم ايه. الاول نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. عايزين بقى نشوف ازاي بال200 جنيه دول هنمشي الاسبوع ده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هتقولي لي ازاي يا داليا امشي الاسبوع واخر الشهر؟ تمام. احنا اتفقنا ان احنا خلاص اخر الشهر، يبقى اقل من اسبوع، يعتبر يعني باقي 5 ايام يعني. تمام. هنقول ان شاء الله هنقضيهم ازاي. لو انت بيتك مثلا ما فيهوش حاجه او في حاجات هتكملي عليها او كده، او ما فيهوش حاجه، هنكفي بال200 جنيه. هم هيكفوا معاكي لمده اسبوع. هتعملي ايه يا داليا؟ هتعملي اللهم صل على النبي. هناخد يا ست الكل ال200 جنيه اهم. تمام. هناخد منهم 100 جنيه. 100 جنيه دي اول 100 جنيه. هنعمل بيها ايه اول 100 جنيه؟ هنجيب بيها خضار. ده اهم حاجه في البيت، لازم يبقى فيه خضار. تمام. هنروح نجيب ايه مثلا؟ خضار. اجيب بيهم طماطم مثلا في حدود 10-15 جنيه. تمام. حاولي تجيبي الطماطم المستوية شوية، اللي هي ايه، بتاعة الحاجات اللي انت تعمليها مثلا زي المسقعة، زي المكرونة، الحاجات دي اللي هي الصلصة يعني. تمام. هتجيبيها ب10 أو ب15 جنيه. هاتي منها مثلا 2 كيلو، حلو جدا جدا طبعا في الأسبوع. هتجيبي مثلا البطاطس ب25، هتجيبي منها برضو 2 كيلو. هتجيبي ايه تاني؟ هتجيبي بتنجان رومي، اللي هو اللي هو مش عارفه بتقولوا عليه ايه. في ناس ليه اسم كده بيقولوا عليه، بس احنا بنقول عليه رومي، اللي هو التخين بتاع المسقعه. تمام. يعني كلنا عارفينه. هنجيب مثلا فلفل رومي، اللي هو الفلفل الاخضر او فلفل بلدي عامه يعني. تمام. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل مرة مثلا أول يوم ده. أو لأ، لسه استنوا، مش أول يوم. ال100 جنيه اللي هي التانية دي، احنا باقي معانا كده 100 جنيه. جبنا ب100 جنيه خضار، وهنجيب بال100 جنيه التانية ب50 جنيه بانيه. تمام. وال50 التانية كيلو جوانح. أو عايزة مثلا تجيبي كبدة، هاتي. المهم ال50 التانية هاتي بيها أي حاجة من الحاجات اللي هي اللحوم، يعني زي ما انت حابة. تمام. هاتي ب50 جنيه، هو زي ما يطلع بقى في الميزان. لو جبتي مثلا كيلو أجنحة، هنعملها مثلا في يوم. دي الأسرة مثلا، يعني الأسرة ما شاء الله كويسة يعني، من 5 ل6 أفراد. هتعملي مثلا الأجنحة بالبصل والطماطم، ونشويهم مثلا في الفرن، ومعاهم رز أبيض وحبة سلطة. ده كده يوم، ده أول يوم. تمام. تاني يوم صينية مسقعة. هتقلي بقى بتنجان وفلفل، وتعملي عليهم الطماطم او القوطة، ويبقوا صينية مسقعة. كده عملنا تاني يوم. صينية مسقعة طبعا ما بتعملش بيها معاها يعني اي حاجة، بيتعمل بس هو بيتحط جنبها عيش. بألف هنا وشفا. عندك مخلل حطي، ما عندكيش خلاص زي الفل جدا. تالت يوم شوية رز، رز بالعدس، اللي هو الكشري، يعني الكشري الاسكندراني، وحبة سلطة. معاهم مثلا بطاطساية أو بطاطستين. عايزة تعملي عندك بيض اعملي، ما عندكيش خلاص مش لازم. أنا لسه عاملاها من يومين، كان سلطة وكشري بس. تمام. ما كانش معاها بطاطس كمان يعني. أي حاجة هنقضيها لحد ما إن شاء الله الشهر يخلص، وفي نفس الوقت هناكل أكلات حلوة برضه مشبعة جدا. رابع يوم هناكل مثلا هنجيب البانيه، عشان هم ب50 جنيه فمش هيبقى كتير يعني. هنقطعه شاورما. هنقطعه حتت شاورما كده، عشان مش يعني البانيه هيبقى قليل. انت لو عايزاه مثلا كتير، هتقطعيه شاورما. تمام. وتعملي معاهم حبه مكرونه كده حلوه بالصلصه، وتحطي لكل عيل من الولاد عندك يعني، او لكل طبق حبه شاورما على طبق المكرونه كده على الوش.
وتبقى اتقضت ومية مية. تمام. ده كان معانا، كان رابع يوم. تمام. خامس يوم وسادس يوم ممكن نقضيها مثلا كشري مصري، اللي هو بجبة وكده. لو ما عندكيش خلاص ممكن تعملي فلفل وبتنجان وبطاطس، الحاجات اللي هي ايه، أكلة شعبية يعني. تمام. وكده يبقى الأسبوع معانا خلص، والحمد لله رب العالمين. كفينا ووفينا بال200 جنيه، قدرنا نعمل أسبوع كامل ب200 جنيه. جبنا الخضار وجبنا المشتريات بتاعتنا، الفراخ يعني وكده، او البانيه او الكبده او الجوانح، الحاجات زي ما انت عايزه، كل واحد على حسب ما هو عايز. عايزه تقضيها الاسبوع ده كله اكلات شعبيه، مفيش فيها مشكله خالص، كلنا بنقضيها والايام بتعدي وزي الفل، والله البطن ما بتشكرش. تمام. اللي كلموني بقى بخصوص الميزانيات، انا كده كده ان شاء الله هعمل ميزانيات بكل الفئات، من اول 3000 و4000 و6000 و5000 و10000. في ناس بتقول لي عايزين يعني ال10000 اللي هي كل حاجه بقى في البيت، يعني شامله كل حاجه، فاهميني؟ لان شهر 9 ده، شهر 9 هيكون فيه مصاريف زياده شويه عشان المدارس والدروس، ويعني مصاريفه كتيره شويه. فعايزين نظبط الميزانيه من الاول عشان ان شاء الله الشهر يكفي، ونشيل ال10% اللي انا اتفقت معاكم عليهم. ال10% دول مهمين جدا جدا، هينفعوكم في حاجات كتيره قوي قوي. حاولوا على قد ما تقدروا باذن الله الايام اللي جايه دي نحوش مع بعض، وهعمل لكم ميزانيات حلوه جدا، وهعمل لكم اكلات، وهعمل لكم حاجات اقتصاديه حلوه جدا جدا ان شاء الله في القناه. بس لحد هنا الفيديو كان معانا خلص. ما تنسوش اللايك يا حبايب قلبي، وتكتبوا لي كومنت حلو كده زي قلوبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ويا رب يكون الفيديو خفيف عليكم وعجبكم. واقول لكم دلوقتي في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه. مع السلامه.